في يوم جميل ومشمس نونو صحي بدري وهو فرحان جدا. لبس التيشيرت الأصفر والبنطلون الكحلي وعلق شنطته الحمراء على ظهره وقال: أنا رايح الحضانة. ماما كانت مستنياه عند الباب، ضحكت له وربت على كتفه وقالت: أول يوم يا بطل، مستعدة للمغامرة؟ في الطريق نونو كان بيسأل ماما كل شوية: هو في هناك أطفال؟ في ألعاب؟ هيعلموني إيه؟ وصلوا لبوابة الحضانة. نونو وقف متردد شوية، بس ماما حضنته وقالت له: أنا فخورة بيك، يلا روح العب واتعلم وانبسط. دخل نونو الفصل وهو متوتر، لكن أول ما شاف الأطفال بيلعبوا ابتدى يبتسم. قابل المس وابتدى يعرف نفسه، وقعد جنب بنت لطيفة، لعبوا مع بعض بالمكعبات. وبعد شوية دخلوا دايرة الغنى، كل الأطفال كانوا بيغنوا ويصفقوا، ونونو انبسط جدا وقال في نفسه: أنا حبيت المكان ده. وبعد ما خلص اليوم نونو جري على ماما وقال لها: أنا عايز أجي بكرة كمان. لو بتحبوا مغامرات نونو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل يوم قصة جديدة ومفيدة.